طب أنا عارف إن الخريطة السياسية هي الخريطة اللي بتضم محتوياتها مجموعة من الدول. طب يعني إيه دولة؟ الدولة هي مساحة معينة من سطح الأرض، حتة أرض معينة. قال لي شرط عشان تبقى دولة، قال لي لازم تضم سكان دائمين. احنا دولة زي مصر. مصر دي عبارة عن حتة معينة من سطح الأرض عايش عليها ناس اسمهم المصريين. من 50 سنة كان اسمهم المصريين، طب كمان 50 سنة هيبقى اسمهم المصريين. يبقى السكان دول منتميين للمنطقة دي لفترات زمنية طويلة. يبقى الدولة هي مساحة معينة من سطح الأرض بتضم سكان دائمين. قال لي بتحكمها حكومة معينة. يبقى هي مساحة معينة من سطح الأرض بتضم سكان دائمين بتحكمهم حكومة معينة. احنا عشان نحافظ على الأرض دي احنا 120 مليون مواطن اسمنا كلنا المصريين. عشان نحافظ على الدولة بتاعتنا وعلى حتة الأرض بتاعتنا دي والموارد اللي فيها، اخترنا ناس مننا سميناهم الحكومة. الحكومة دول اللي معاهم السلطة، اللي يقدروا يديروا ال 120 مليون مواطن ويقدروا يديروا الموارد اللي عندنا. يبقى اسمنا حكومة. عشان كده في شرط أساسي لقيام أي دولة. عشان الدولة دي تقوم قال لي لازم الدولة دي يكون عندها أرض، ولازم يكون عندها سكان دائمين عندها في الدولة، ولازم السكان دول يبقى عندهم حكومة. يبقى في شروط بقول عليها شروط قيام الدولة. لو في شرط من الشروط دي مش موجود عندي في الدولة ما تبقاش اسمها دولة. ليه؟ لأن لازم يكون عندها سكان. السكان دول هيعيشوا فين؟ على أرض، فلازم يكون الأول الأرض عايش عليها السكان، لازم بتحكمهم حكومة معينة. يبقى شروط قيام الدولة هتقول للأرض، السكان، السلطة أو الحكومة. طيب هل دول العالم كلها زي بعض؟ هتقول لي لأ، أنا شايف إن في دول كتير جدا متقدمة، دول عندها تكنولوجيا وفي دول تانية ما عندهاش. طب دول عندها وسائل نقل ومواصلات حديثة ودول تانية ما عندهاش. طب في دول بتزرع ودول بتصنع. الدول كلها العالم فيه أكتر من 200 دولة. هل ال 200 دولة كلهم بنفس المستوى؟ هل لو أنت دخلت فصل في مدرسة هتلاقي كل الطلاب بنفس مستويات بعض؟ أكيد لا، في فروق ما بين الدول وبعضها زي ما في فروق ما بين الطلبة وبعضها. طب أنا دلوقتي في سؤال بيجي لي في الامتحان ملوش علاقة بالمنهج بتاعنا قد ما هو ليه علاقة بالخريطة، ودايما محدش بيتكلم عنه كتير لأنه ملوش أساس علمي عندنا في المنهج. يعني مش هيجي يقول لك إن الدولة دي متقدمة عشان كذا، لا، هو بيقول لك إن الدول متقدمة عشان بتهتم بواحد اتنين تلاتة. طب أنا عايز أعرف إيه هي الدول المتقدمة عشان لما يجي يسألني عليها في الامتحان، وهقول لك بيسألني عليها إزاي. ركز معايا لأن الموضوع ده مهم جدا. قال لي الدول المتقدمة في العالم. أنا عارف إن العالم فيه أكتر من، قلت لي لسه دلوقتي 200 دولة. حاضر. الدول المتقدمة في العالم هما شوية عددهم بسيط، الدول اللي مش متقدمة أكتر. فالطبيعي أنا هحفظ الدول اللي مش متقدمة ولا أحفظ الدول المتقدمة؟ أذاكر الدول المتقدمة عشان أعرف أفرقهم ما بينهم وما بين الدول التانية. طب إيه هي الدول المتقدمة في العالم؟ قال لي واحد، دولة نيوزيلندا. اكتب ورايا. رقم اتنين قال لي دولة استراليا. دولة اليابان. دولة كوريا الجنوبية. دولة روسيا. قال لي ركز بقى، شمال ووسط وغرب قارة أوروبا. تاني، دولة نيوزيلندا، دولة استراليا، دولة اليابان، دولة كوريا الجنوبية، دولة روسيا، شمال ووسط وغرب قارة أوروبا. كمان عندي دولة اسمها دولة كندا.
وعندي الولايات المتحدة الأمريكية. دول بقول عليهم الدول المتقدمة في العالم. الدول المتقدمة في العالم. أي دولة مش في دول تبقى دولة مش متقدمة. أسألك أنا سؤال، مصر دولة متقدمة؟ هتقول لي ثانية واحدة، مصر مش موجودة في دول، تبقى دولة مش متقدمة. أي دولة مش موجودة في الدول اللي احنا كتبناهم دول تبقى دولة مش متقدمة. اكتبهم عندك عشان تحفظهم. طب بيجي يسألني في الامتحان بيقول لي ايه بقى؟ بما ان هو ملوش يعني نمط معين في الملزمة او في الكتاب، بيجي يقول لي الدول المتقدمة هي دي. بيجي يسألني في ايه؟ قال لي هقول لك دلوقتي. بيجي يسألني مثلا يقول لي ايه؟ تعد دولة نيجيريا من دول العالم، ويدينا 4 اختيارات: المتقدم الحديث، المتقدم القديم، النامي الحديث، النامي القديم. هتقول لي ايه ده؟ احنا لسه واخدينها بالتفصيل الممل. هرجع بالزمن لورا. هو بيسألنا عن دولة ايه؟ نيجيريا. ان شاء الله من اول الحصة الجاية هتعرف ان احنا لازم يبقى معانا خرايط، لازم يبقى معانا اطلس خرايط موجود معانا في كل حصة. هتقوم راجع بالزمن لورا ونرجع للخريطة. هبص الاقي ان دي اسمها دولة ايه؟ دولة نيجيريا. طب دولة نيجيريا دي موجودة في انهي قارة؟ نرجع تاني. دي قارة اسيا، دي قارة افريقيا اللي فيها دولة اسمها دولة نيجيريا. طب ترجع تاني. قال لي تعد دولة نيجيريا من دول العالم. هي قارة افريقيا دي من قارات العالم القديم ولا الجديد؟ هتقول لي ثانية، احنا قسمنا قارات العالم لحاجتين: قارات عالم قديم اسيا، افريقيا، اوروبا. يبقى افريقيا من قارات العالم القديم، يعني اي حاجة لها علاقة بالحديث هقوم مشطب عليها متقدم حديث او نامي حديث. يبقى الاتنين دول مستبعدين. دولة نيجيريا دي من الدول المتقدمة، احنا كتبناها هنا. هتقول لي لا، يبقى دولة مش متقدمة، يبقى دولة نامية. موجودة في انهي قارة؟ في قارة افريقيا اللي هي اصلا من قارات العالم القديم، تبقى النامي القديم. يبقى قارة افريقيا تعد من دول العالم النامي القديم. سؤال تاني بيجي يقول لي ايه؟ تعد دولة الارجنتين من دول العالم، ويقوم حاطط لي نفس ال4 اختيارات. هتقول لي ثانية واحدة، انا مش عارف الارجنتين دي فين على الخريطة. هقول لك الارجنتين هي دي، هي الدولة دي. دي دولة الارجنتين، واحنا اتفقنا ان دي قارة اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية. الارجنتين في الدول اللي احنا كتبناها لا، تبقى مش متقدمة. يبقى هشطب على اي دولة مش نامية، هتبقى المتقدم القديم والمتقدم الحديث مستبعدين مع بعض. طب الارجنتين دي في انهي قارة؟ في قارة امريكا الجنوبية. هبص الاقي ان امريكا الجنوبية دي من قارات العالم الحديث، هتبقى الاجابة النامي الحديث. يبقى عرفت ازاي بيسألني على الخرايط وبيسألنا على الدول المتقدمة وقارات العالم القديم والجديد. عرفت ان احنا كلامنا في الحصة دي مهم جدا، وعرفت انها مش مجرد حصة اساسية تأسيسية كده بفتح بها بيك المنهج. الحصة دي مهمة جدا وركز في كل كلمة. يبقى احنا كده خدنا، عرفنا ان قارات العالم القديم 3 قارات، قارات العالم الجديد 4 قارات، عرفنا الدول المتقدمة وباقي الدول اللي مش متقدمة. طيب